إخواني أخواتي، رجعنا لكم بواحد الموضوع اللي هو موضوع شيق، موضوع الساعة. كأس العالم، كأس العالم والمغرب، تاريخ من الخيانة والغدر. هذا هو حال أسود أطلس في بطولة كأس العالم على مر التاريخ. وأشهر هذه الواقعة نتاع الخيانة هي واحدة كانت على أرض الملعب بمؤامرة برازيلية، وأخرى كانت بملف ترشيح للاستضافة بطولة بقيادة جنوب إفريقيا. لكن أسود أطلس ما رفعوش الراية البيضاء وما غاديش يرفعوها حتى ينالوا شرف الاستضافة كأس العالم ويحققوا لقب الأغلى كرويا. هذا هو الحلم اللي كيناضلوا من أجله، وباش يحققوه قامت المملكة المغربية بتحديث الملاعب وتطوير المواهب واستقدام خبرات أجنبية وإرسال اللاعبين للاحتراف في الملاعب الأوروبية، وكذلك بناء أكاديميات ووضع استراتيجيات. طبعا هذه هي الخطة ديال المغرب باش يحقق كأس العالم. زعما واش غادي ينجح في هذه المهمة؟ مستحيلة. ما كرهتش واحد الكومنتير زوين بحالكم جاوبوني على هذا السؤال. طبعا كيمتلك المغرب واحد تاريخ كبير في كأس العالم، وعنده رصيد كبير في المشاركات بين المنتخبات العربية أمثال السعودية وتونس اللي غادي يشاركوا للمرة السادسة في المونديال نتاع قطر. سنة 1970 كانت أول مرة شارك فيها المغرب في نهائيات كأس العالم، وطبعا ما كانش متوفق في هذه المشاركة وخرج من هذه المجموعات وما حققش حتى شي انتصار بعد الهزيمة ديالو أمام ألمانيا وبيرو وتعادل مع بلغاريا. المشاركة الثانية اللي حتى هي في المكسيك عام 1986. هذه المشاركة ما كانتش كسابقتها، كانت أفضل تواجد للمنتخب العربي في تاريخ المنتخبات العربية، حيث تمكنوا أنهم يتصدروا في المجموعة ديالهم بعد الفوز على البرتغال والتعادل مع بولندا وإنجلترا. بهذا الشيء اللي خلاهم يدوزوا للدور الثاني، ولكن كان هم أول منتخب عربي إفريقي كيحقق هذا الإنجاز. للأسف في الدور الثاني اصطدموا بألمانيا اللي كانت آنذاك كتضم كوكبة من نجوم العالم، وخسروا بصعوبة بهدف واحد للألمان من خلال ضربة حرة من اللاعب ماتيوس. المشاركة الثالثة كانت عام 1994 في أمريكا، وكانت أسوأ نسخة للمنتخب المغربي في كأس العالم، حيث خسر في جميع المباريات ديالو أمام بلجيكا والسعودية وبولندا، وخرجوا من الدور الأول ب0 نقطة. ومن بعد تمكنوا أسود أطلس من حجز بطاقة التأهل التالية في فرنسا سنة 1998. لكن للأسف شهدت هذه الدورة بالتآمر على المنتخب المغربي باش يخرجوه من الدور الأول، بحيث ضم المجموعة ديالو اسكتلندا، برازيل والنرويج. تعادل المغرب في المباراة ديالو الأولى مع النرويج بهدفين لمثلهما، وفاز على المنتخب الاسكتلندي ب3 أهداف نظيفة، ولكن للأسف خسر أمام البرازيل. طبعا كانت نتائج كفيلة أنه تأهلوا للدور الثاني. بطبيعة الحال إذا فاز البرازيل على النرويج، للأسف المباراة أثرت الكثير من الجدل ولقبت بمباراة المؤامرة، حيث كانت البرازيل متقدمة على النرويج حتى 10 دقائق الأخيرة بطريقة غير متوقعة. هذا الأخير سجل هدفين على البرازيل. وبعد هذه المشاركة انتظروا أسود أطلس 20 سنة باش يتأهلوا مجددا للمونديال عام 2018 في روسيا. كان في هذا الفريق مجموعة من النجوم، ولكن ما حققش النتائج المرجوة منه بعد ما خسر أمام إيران والبرتغال وتعادل مع إسبانيا. وها هي اليوم المشاركة ديالو السادسة، وطبعا كنتوقعوا تكون إن شاء الله شي نتائج طيبة، خاصة أن أغلب اللاعبين اللي كاينين في
في الفريق الوطني هم محترفين في الملاعب الأوروبية والعالمية، أمثال ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، يوسف النصيري وأشرف حكيمي لاعبو باريس سان جيرمان، حكيم زياش وسفيان بوفال وناصير مزراوي. بصراحة ايش كتوقعوا من المنتخب المغربي في المونديال قطر هذا العام؟ أتمنى تجاوبوني على هذا السؤال. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.